اوه ماي جاد. بقالي يومين حرفيا بحاول استوعب اللي بيحصل. يعني الواحد عنده ليميت كده، خلاص دماغه الادراك عنده وقف من انه يستوعب اللي بيحصل. آم، يعني انت ما عنديش مشكله انك تستنكر حاجه، يعني ما عنديش مشكله خالص انك ترفض حاجه او ما تعجبكش حاجه بس الكلام قول الصوره اللي انت شايفها بوضوح وبدون كده. يعني الموضوع بسيط وسهل خالص، يعني ما فيهوش ادنى يعني تعقيد. الموضوع ابسط مما تتخيل. كوكاكولا والنادي الاهلي، ليبتون كوكاكولا وهكذا الى اخره. طبعا انا مش هتكلم على الجنب الاخر، لان انا مش كل ما يحصل حاجه او كل ما يبقى في حاجه وحشه فاقول ما انت وحش زيي. اللي هو نفس اتكلمت قبل كده على قصه السعوديه، ان السعوديين برضو لما هو احنا اول ما فتحوا بقى الدنيا فتحت عندهم ورقص وبتاع لك ما هو انتوا بتعملوا كده، ما انت عندكم شارع هرم. ايوه انا هو انت تبقى وحش او انا شافتني وحش في حاجه فانت تبقى وحش زي، او ان انا اشوف حاجه عندك وحشه فاللي هو يعني جو ان انت ايه ما تعايرنيش ولا عايرك لما تقولني وطايلك، ده مش حلو. دي مش حاجه حلوه. يعني صدقا دي مش حاجه حلوه، دي حاجه وحشه. يعني تقول ليه ما نبقاش كويسين؟ ليه ما ندورش على الاحسن؟ يعني اللي احنا نعمل حاجه كويسه، مش ان هو انت وحش فانا وحش زيك عادي. هو يعني انت بتعايرني ان انا وحش، ما هو انت وحش زيي. ايه الجو ده؟ ف انا مش هقول انه في هنا ماكدونالدز وفي هنا كوكاكولا، هنا في اوريو، هنا في ليبتون، هنا في مش عارف وهكذا الخ يعني. بس خلينا نكون منطقيين وعقلانيين جدا 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 واحنا بنطرح حاجه زي كده، لان الموضوع مش نادي اهلي ولا نادي زمالك خالص. الموضوع اعمق من كده جدا. الدوله عميقه زي ما بيقولوا يعني. آه الموضوع ببساطه ان النادي الاهلي، يعني خلينا نتكلم في البوينت الاولانيه او اللي هي عليها اصلا يعني مش بدون تشبيه. طبعا هم كل اللي طلع يتكلم في الموضوع قال لك الاهلي متعاقد من 3 مارس ولا مش عارف من كام مارس وما اعلنوش التعاقد عشان الكلام الكتير اللي حصل والقلق وي وي ومش عارف ايه. اذا هو الاهلي متعاقد مع مع اسمها ايه كوكاكولا من قبل، من تقريبا من شهر 9 اللي فات او اول 10. يعني كان قبل اي احداث ما تحصل خالص، قبل ما يحصل اي حاجه في الدنيا، ما فيش اي حاجه في الموضوع. فبديهي ان انا، بس هو البوينت بقى المهم قوي في القصه دي انه مين اللي متعاقد مع كوكاكولا. يعني مين اللي جاب كوكاكولا وقال لها تتعاقد مع الاهلي. في هنا بقى الطرف الثالث الغائب عن الناس، عشان الناس دايما حاطه طرف ان النادي الاهلي وجوجل او جوجل وكوكاكولا وستوب. يعني هو هم دول كده الطرفين دول وخلاص كده مفيش حد تاني. لا، هو في طرف مهم جدا اللي هو المسؤول اصلا عن انه جاب كوكاكولا وجاب الاهلي وقعدوا مع بعض وخلص القصه دي. هو مسؤول رسمي، مش مسؤول كده، مش اللي هو سمسار وخلاص. يعني هو مش سمسار وخلاص، لا هو مسؤول، هو حد مسؤول في حاجه اسمها شركه المتحده الرياضيه، اللي مسؤوله عن معظم النشاطات دلوقتي، اللي هي تعتبر البديل المتواجد حاليا على الساحه للبرزنتيشن. فهي المسؤوله عن تعاقدات الرعايه للنادي الاهلي. طبعا دي شركه مصريه صرف، يعني شركه مصريه اصليه، مش شركه مش مختلطه او جايه من بره ولا بتاع ولا اي حاجه من دي، ولا شركه خاصه. يعني شركه حكوميه. سوري عمال افتكر الجمله مش عارف نسيت ليه حكوميه. شركه المتحده شركه حكوميه، هي المسؤوله عن عقود الرعايه للنادي الاهلي. حلو كده، حلو. البوينت الثانيه، هو اصلا يعني اصلا النادي الاهلي مؤسسه تابعه للدوله، مش مؤسسه خاصه. يعني رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اللي هو مثلا محمود الخطيب مش هو ال 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 صاحب النادي. هو مش صاحب النادي، هو جاي بناء على اصحاب النادي اللي هم اعضاء الجمعيه العموميه عملوا انتخابات، والراجل ده عشان هو عضو من الاعضاء فانتخبوه ان هو يبقى، لما رشح نفسه هو انتخبوه ان هو بقى رئيس النادي الاهلي. بس انما في النهايه حسابات بلا 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 كل ده بيرجع لمين؟ لوزاره الرياضه. تحت مين؟ تحت تندة الحكومه.
فما تقوليش بقى اصله مفيش اصل وفصل. انا مش ببرر ان هو تعاقد مع جوجل، بس هو تعاقد من قبل ما اي حاجه، قبل ما نتكلم في مقاطعه ومش مقاطعه، يعني قبل اي احداث عموما هو حصل التعاقد. خلينا منطقيين، نقول لك مش هينفع، مش هقول لك ان هو الاهلي يفسخ التعاقد، لان هو الاهلي ما عندوش السلطه الكامله لفسخ التعاقد، ما عندوش السلطه الكامله لده، لان في حد وسيط رسمي هو مسؤول اصلا عن عقود الرعايه. يعني المسؤول في شركه الكوره للنادي الاهلي، او النادي الاهلي مفوضاه لعقود الرعايه في النادي الاهلي، هي شركه المتحده. فما ينفعش تقول لي ان انت بقى مش خاطب النادي الاهلي، انت خاطب المتحده، قول لها روحي افسخي العقد الرعايه بتاع كوكا كولا وليبتون اللي انت جايباه للنادي الاهلي، عشان ده مقاطعه. فلما تيجي لما تخش دايره سياسه الدوله، مفيش لعب. يعني سياسه الدوله ما عندهاش مقاطعه، انت دي مقاطعه شعبيه، ما عنديش مشكله، الناس كلها بتقاطع وانا مقاطع، يعني ما عندناش مشكله في دي، لان دي حاجه شعب، زي ما الشعب بيكره الكيان الصهيوني، بس في النهايه في حكومات وفي تعاون. قول الحكومه ما تتعاونش، دي مش اللي هو كن فيكون، نفس القصه بالظبط. انا كشعب انا مقاطع، خلينا مقاطعين وهنفضل مقاطعين، بس ما ينفعش تقول للسياسه العامه للدوله او للحكومه اقطاع العلاقات مع الناس دي، ما تجيبيش كوكا. ما هو لو هو بنفس المبدا، ايه اللي هيخلينا اصلا، يعني لو هي ماشيه كده بالسهوله دي ان احنا رافضين، فنقول للحكومه، كنا الاول بقى ما تقولش للاهلي ولا للزمالك ولا الناس تقاطع، لا قول للحكومه ما اقفل المصنع بتاع كوكا وبيبسي هنا. يعني لو انت هتمشيها كده، يعني هي مش ماشيه كده، بس هي مش اكتر، هي مش ماشيه كده مش اكتر. عندك بدائل، انت ما تشتريش، انت اللي مستهلك. هو دفع فلوس ملهمش علاقه، هم مش بيوزع لهم بيبسي، يعني الاهلي مش بيدفع فلوس ويشتري بيبسي منهم ولا بيشتري كوكا كولا منهم هو بيدفع مقابل ان الاعلان تتحط. في النهايه بقى انت تشتري او لا دي بتاعتك انت، مش بتاعت النادي الاهلي. يعني هو النادي الاهلي مش بيجي مش يغصب عليك، مثلا لو دخلت تدفع تذكره لماتش تشتري كان زي مثلا ولا حاجه، لا مفيش ده، انت بتشتري بارادتك، انت حر ارادتك في الشراء. هو يعتبر معلن للنادي الاهلي، هو معلن في النادي الاهلي، يعني هو بيعلن لنفسه عن طريق النادي الاهلي مش اكتر. فهو بيدفع فلوس النادي الاهلي، زي ما التلفزيون مثلا الحكومه اون سبورت مثلا بتعمل اعلانات لكوكا كولا، قول لها برضه نفس المنطق، قول لها بطلي اعلانات. هي السياسه ما بتمشيش كده. سياسه المؤسسات الكبيره بالذات لما تكون تابعه للحكومه ما بتمشيش كده، ما بتمشيش اللي هو احنا هنقاطع النادي الاهلي عشان هو مش بيدعم شركه المياه الغازيه دي، ما بيدعمهاش، هو مش بيدعمها، هي اللي بترعاه، هي اللي بتدفع له فلوس عشان هي تحط اعلاناتها عنده، عشان هو يحط اسمها، هي تحط اسم، عشان النادي الاهلي يحط اسمه في حته اللي بيسوى لها صفحته وي تيشيرت مكان التدريب ان كان، هو بيدفع للنادي الاهلي فلوس. بس انت دورك زي ما هو موجود ولازم يفضل موجود، حتى مشجعين الاهلي ما تشتريش كنز ده وده اي مشروب من ده ما تشتريهوش. الموضوع بسيط، بس ما تقوليش ان انت كنادي دوله، نادي تابع للدوله، ان انا تطلب منه انه يفسخ التعاقد لمجرد ان انت شايف ان هو دي مش مقاطعه، دي مش هتبقى مقاطعه. هو هنا النادي اللي هيخسر مش الشركه. بس في كل الحالات خلينا نبقى عندنا وعي ان ده شركه تابعه للدوله، او النادي ده تابع للدوله، والمسؤول عن عقود الرعايه للنادي ده اللي هو اصلا تابع للدوله شركه تابعه للدوله برضه. بس اتمنى يكون الموضوع وصل. شكرا.